السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده وفيديو جديد النهارده في قناتكم المفضله ليتس انجلش. تعلم اللغه الانجليزيه بكل بساطه. محتوى القناه دوت يعلمك لغه انجليزيه بجميع مشتملاتها: قراءه، كتابه، تحدث، صوتيات، استماع وكده وبس. طرق واساليب للدراسه وشويه نصائح كده للتعلم. وكذلك لو انت مهتم انزل حالا اعمل سبسكرايب ولايك كده وكومنت حلو مشجع، ويلا نبدا على طول. حلقه النهارده هنتكلم عن 6 مصطلحات عاميه تستخدمهم في حياتك اليوميه. ومش كده وبس، لو انت بتتكلم مثلا مع حد اجنبي او بتتكلم في برنامج التواصل، اي برنامج بتتكلم مع حد اجنبي قال لك مثلا جمله عاميه فانت مش عارفها، مش هتعرف ترد عليه، فانت لازم تكون عندك قدر كافي من المعلومات، قدر كافي من المصطلحات العاميه، لان هي مستخدمه كتير جدا. زي برضك عندنا في العرب هنا احنا ما بنتكلمش لغه عربيه فصحى، احنا بنتكلم كلام عامي. هم برضك الاجانب نفس الحوار، هم ما بيتكلموش انجليزي فصحى ما بيتكلموش انجليزي فصحى بس في المؤتمرات او الاماكن المهمه، انما انجليزي عامي على طول ما بينهم كده من بعض على طول. من غير كلام كتير تعال نخش على طول في الفيديو على طول، ويلا بينا نبدا مع اول مصطلح وهو don't says me. don't says me وده معناه لا تكلمني بوقاحه. تستخدمه امتى؟ لما يكون حد مثلا بيعلي صوته عليك او بيكلمك باسلوب انت مش حابه، فانت عاوز تعبر عن الكلام اللي هو بيقوله ده، او حابب تقول له كلمني يا عم باسلوب احسن من كده، فتقول له don't says me. Don't you sass me. Don't you sass me. المصطلح التاني هو you can fool me، وده لما حد يحب كده يتروشن عليك او يخدعك بحاجه وانت عارف هو بيتكلم معاك او بيكذب عليك او بيخدعك، فانت عاوز تقول له لا يمكنك الخداع، يعني انت مش هتعرف تضحك عليا، فانت تقول له you can fool me. You can't fool me. Can't fool me, Plankton. You نخش على المصطلح الثالث هو out of sight out of mind، وده معناه لما يكون حد مثلا مسافر او بعيد عنك وجاي يقول لك يا عم ما تسالش عليا، يا عم انت ما بتعبرنيش، يا عم انت بيسال انت مش عارف ايه، فانت عاوز تقول له البعيد عن النظر بعيد عن القلب مثلا يا عم احمد، فانت تقول له out of sight out of mind يا عم احمد. ابعك محمد، ابعك عبد الله. Are out of line. المصطلح العام الرابع هو keep your cool، وده لما حد بيكون بيزعق او بيعلي صوته او انت بتهدى حد او بتقول له اهدى امسك العقل بالراحه على نفسك لا يطقلك عرق، فانت حابب تعبر كده في اللغه الانجليزيه فتقول له keep your cool، اهدى كده ما تحبكهاش، الدنيا مش سهله يعني ولا محتاجه اي الهبل اللي انت عامله ده. keep your cool. Keep your cool, love. Keep your cool, Professor. نخش في المصطلح الخامس على طول وهو what is the rush. what is the rush وده معناه لما تكون انت رايح مصلحه او معاك اي حد ومستعجلك والناس دي كتير قوي، يلا يا عم نمشي، يلا يا عم نروح، يلا يا عم نيجي، يلا يا عم نسوي، او انت مثلا عاوز تعمل حاجه في المستقبل ومأجلها، فتقول لنفسك هي الدنيا طارت، هي الدنيا هتروح فين؟ انا قاعد اهوت والدنيا لسه جايه، وما حدش يعرف الاعمار بين الله طبعا، بس احنا دايما كده بنحب ايه؟ نستعجل الامور، فانت حابب تعبر عن كده باللغه الانجليزيه او باللغه الانجليزيه العاميه فتقول وات از ذا رش، هي الدنيا طارت. What is the rush? It's a rush. Kimmy. نخش باخر مصطلح معانا عشان ما نطولش عليكم، هو المصطلح الاخير بيقول بيس اوف كيك. بيس اوف كيك وده معناه الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش محتاجه حاجه، يعني ما تعقدش الامور، الدنيا مش محتاجه الهم والغم اللي احنا شايلينه على راسنا ده، الدنيا سهله وبسيطه وجميله، الحياه حلوه، ابدا انت بس والدنيا تبقى جميله. لو انت عارف تعبر عن كده باللغه الانجليزيه العاميه وعاوز تقول الدنيا مش مستاهله فتقول بيس اوف كيك. Piece of cake. وبس كده، دي كان شويه مصطلحات كده حابين اعرفك اللي عليهم، لانهم مصطلحات عاميه ومتدرجه كتير وعلى لسان كتير وبتتقال كتير، فلازم ان يكون انت عندك معلومه او تكون انت حافظ على 3 أو 4 مصطلحات من اللي انا قلتهم لك ده. عشان كده ان شاء الله لو سافرت ورحت امريكا كده ان شاء الله يا رب يوعدك ويوعدنا ان شاء الله كده، قابلت حد مثلا في الشارع وحابب تساله على حاجه او هو كلمك بحاجه عاميه، فانت تكون انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو ده، وبس كده سلام. بس كده حد يعرف انا قلته بس كده قد ايه في الفيديو؟ اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. سلام.